السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكون اموركم كامله بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو زوين غادي يعجبكم. اول حاجه غادي نشارك معكم هي الغديوه اللي حطيت اللي حضرت معكم عفوا. هي عباره عن دي بلا بالدجاج في الفران مشرمل، والمرافقات ديالو اللي هي خضره صوتي والروز بلا صوص بلونش، كيجي غايه في الروعه. وايضا غادي نشارك معكم واحد الجوله في اسواق السلام. نحط لكم العروض اللي دايره اسواق السلام، عروض اللي هي خياليه وزوينه. خليكم مع تتمه الفيديو، وما تنسوش واحد اللايك، واللي ما مابونيش في القناه يتابونا. اول حاجه كما كتشوفوا درت ديك الخضيرات تسلقات، خيزو والبروكولي درتهم يتسلقوا في الماء فيه الملح. هنا خديت صينيه ديال الفرن اولا دجاجه ديال الفران، حكيت واحد البصيله صغيره وجوج فصوصه ديال الثومه. هنا غادي نوجد الماغيناد ديال الدجاج. غادي ناخذ الطريه اللي غادي نحتاج ليها. اول حاجه زيت زيتون، راس ملعقه ديال الخرقوم البلدي، راس ملعقه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار كيبقى على حسب الذوق. وغادي ناخذ هنايا لاصوص صوجا، كتعطينا واحد المذاق وواحد النكهه زوينه للدجاج في الفران. جربوها ما غاديش تندموا عليها. وهنا غادي ناخذ واحد راس ملعقه ديال لا موطارد. غادي نزيد واحد شويه ديال القزبر، انا هنا كنديرو في كونجيلاتور باش كيصبر معايا مده طويله. غادي نحاول انني نحرك ديك الماغيناد مزيان. بعد ما غادي نضيف غير شويه ديال الملح، لان الموطارد ولاصوص الصوجا راهم كيكونوا مالحين. وما نساوش ان الدجاج راه ديجا كيكون مغسول في الحامض والملحه. هنا غادي نحرك هاد الماغيناد هادي مزيان. صدقوني كتجي بنينه ولذيذه، وكيكون الدجاج مشرمل على حقه وطريقه. هنا خديت طروفه ديال الدجاج كيبقاو على حسب عدد الاشخاص. خديت هنا طروفه ديال الدجاج من بعد ما يعني كانوا مغسولين مزيان كما قلت لكم بالحامض والخل وايضا الملحه. هنايا بديت تنفلح فيهم بالموس مزيان باش الماغينات تشربهم دغيا. الا بغيتو ديروا هاد لاستيوس بالليل، تشرملوهم بالليل والغدا طيبوهم كان احسن. انا يعني شرملتهم في الصباح وحضرت هاد لي بلا هادو للغدا. انا من بعد ما فلحتهم مزيان كما كتشوفوا غادي ندوز نشرملهم ونخشي فيهم ديك الماغيناد مزيان مزيان. يعني نحاول اي بلاصه في طروفه ديال الدجاج تلبى لينا بديك العطريه، كتجي بنينه ولذيذه. كما كتشوفوا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كندخل لا ماغيناد كامله. وهاد لا ماغيناد كتجي خاطره في فين كطيب، كتجي خاطره ولذيذه. هنا من بعد ما شرملت داك الدجاج مزيان مزيان كما كتشوفوا غادي نغطيه ببابي كويسون على هذا الشكل، وغادي ندير بابي الومنيوم، وغادي ندخلهم للفران يطيبوا لينا على عافيه متوسطه مع المراقبه. يعني نراقبهم باش ما يتحرقوش، باش تجي لاصوص ديالنا خاطره وشاده في راسها. كما قلت لكم العافيه كتكون متوسطه. انا طيبتهم غير في الفران ديال الغاز ونقصت ليها. هنا غادي ندوز نحضر معكم الروز كيجي لذيذ وواعر، وممكن تعتمدوا عليه في مرافقات لي بلا ديالكم. هنا خديت طنجره درت فيها معلقه ديال الزبده، شويه ديال زيت الزيتون، نص ضامه ديال النكهه اولا البنه ديال الدجاج. درتهم على عافيه. حاولت انني نشحر دوك المكونات مزيان باش تذوب لينا الزبده، وايضا ديك نص ضامه ديال الدجاج حتى هي تذوب وتنسجم مع الزيت والزبده. هنا من بعد ما كيذوبوا لينا المكونات غادي نضيف زلافه ديال الرز. يعني الرز كيبقى حسب عدد الافراد. انا درت زلافه ديال الرز، حاولت انني نشحرها مزيان مزيان في ديك الزيت والزبده حتى كل حبه كتلبس لينا بداك الزيت والزبده. هاد الطريقه هذه راه هي اللي كتجيب لكم الرز كتكون حبه حبه ما كيتعجنش لينا. هنا مادام درت زلافه ديال الرز غادي ندير جوج لايف ديال الماء، وغادي نقص العافيه، وغادي نغطيها ونخليها طيب على جنب. هنا كنفيريفي على الخضره كنشوفها واش قربت تسلق ليا باش نصفيها. دزت في هذا الاثناء غادي نحضر واحد سلطه مرافقه ايضا اللي فيها الخوص الخيار مطيشه قطعتهم مربعات صغيره، وغادي نحطهم في داك الاناء على جنب. يعني ما نديرش لهم لاصوص ديالهم باش ما تطلقش لينا مطيشه الماء.
هنا غادي ندوز من بعد ما طاب ليا الرز. كما كتلاحظوا كيجي حبه حبه وكيجي رائع ولذيذ صراحه. ما تشبعوش منه، اعتمدوه في الوصفات ديالكم سواء الغدا سواء العشاء، كيجي بنين وكيجي زوين حتى في المنظر. هنا خديت طنجره غادي نوجد لاصوص بلونش. بالنسبه لاصوص بلونش اللي غادي نرافق بها الرز، خديت زيت البلديه درتها تسخن، شحرت فيها واحد البصيله اللي مقطعه مربعات صغيره وضفت ليها هنا القمرون. ممكن ديروا غير لي شامبينيون اولا طريفات ديال الدجاج، اللي يحب الخاطر اديروه واللي متوفر لكم. هنا من بعد ما شحرت المكونات ضفت لهم واحد شويه ديال الثومه بودر وشويه ديال العطريه ديال الحوت، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه فقط. هذه هي العطريه اللي غادي نحتاج لهاد لاصوص بلونش هذه. غادي نحرك المكونات مزيان يتشحروا ليا، وغادي نضيف شويه ديال المعدنوس اولا القزبور. هنا ضفت هاد الكميه هذه عندي فيها 200 ملي ديال القشطه اولا لا كريم فريش، ماشي الحلوه ديك اللي كنديروا بها الاطباق المالحه. غادي نخليها غير واحد 5 دقائق كتشحر ليا حتى كتعقد، وغادي نطفي البوطه وندوز هنا باش نحضر لي بلا ديالي اللي كيجيو متنوعين ما بين الالياف، البروتينات، الخضر اللي عنده بزاف ديال المنافع للصحه ديالنا. يعني حاولوا انكم هكا تبقاو تبدلوا شويه في التقديم ديال الاطباق ديالكم باش هكا تاكلوا الخضره. يعني ما نبقاوش ناكلوا الخضره غير في الطاجين، نحاولوا اننا نبدلوا شويه طريقه التقديم. هنا من بعد ما حطيت الطبيصلات درت فيهم الرز على هذا الشكل، غادي نحط عليهم لاصوص بلونش من بعد ما كتكون عقدات ليا وطابت. كما كتشوفوا كتجي خاطره، واهم حاجه لذيذه بزاف. هنا غادي ندوز من بعد ما حطيتها، غادي ندوز ناخذ مقيله ندير فيها زيت الزيتون. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الثوم بودر، ممكن انكم تضيفوا حتى الزبده. انا اكتفيت غير بزيت الزيتون. وغادي نشحر ديك الخضره اللي سلقتها، غادي نشحرها فهاد الماغيناد هذه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الكمون، شويه الثوم بودر وشويه ديال الملح. نحاول انني نصوطيهم مزيان، نديهم ونجيبهم حتى كيتلباو لينا. هنا الدجاج كان طاب جا معلك وبنين، وديك المريقه جات رائعه خاطره لدرجه تعزلات الزيت. هنا غادي نحطهم مرافقات للرز. كنحط الخضره هنا من بعد ما صوتيتها في ديك الزويته بلديه والكمون والملحه وايضا الثوم بودر. غادي نحطها هنايا كما كتشوفوا. كنوعوا هكا هما راه طبيصلات صغار ولكن دغيا كيعمروا وكيكونوا مشبعين. هنا خديت ايضا طبيصلات اللي غادي نرافق فيهم شليضه. من بعد ما درت لها شويه زيت البلديه والبزار والخل وايضا الملحه، غادي نحطهم في الطبيصلات هادو. وغادي نرافق ايضا بالزيتون اللي كيبقى حسب الاختيار، ممكن تحطوا زيتون حار اولا زيتون خضر اولا اسود ايضا. هنا دزت كنحط في الطبيله ديالي كما قلت لكم، هذه طبيله ديال الغداء. حاولت انني نديرها هكا متنوعه كما قلت لكم، فيها بروتين، فيها فيتامينات ديال الخضره متنوعه ومتشكله، واهم حاجه مشبعه. دزت كنحط الطبيله ديالي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للخضر اللي متوفره عندكم ممكن تعتمدوها، ممكن ديروا بطاطا حتى هي صوتي مع خيزو، ممكن ديروا اللوبيا الخضراء. يعني الخضره اللي متوفره عندكم. ايضا الكورجيت حتى هو كيجي بنين الا صوتيتوه من بعد ما كتسلقوه كتصوتيوه صراحه كيجي بنين. يعني الخضره اللي متوفره عندكم حاولوا انكم تعتمدوها هكا في دي بلا ديالكم. وكنزيد ناكد لكم ان هاد لي بلا هادو راه كيجيو مشبعين ومتنوعين، واهم حاجه غنيين بزاف ديال الفيتامينات. كما شفتوا راهم شويه شويه من الحاجه وتبارك الله راه كيكونوا فيهم الخير والبركه.
كان هذا هو غدانا المتواضع. كما كتشوفوا حاولت انني نشكل الطبيله ديال الغدا بداكشي اللي متوفر عندي. نوع هكا ما بين الخضر، ما بين ممكن انكم ترافقوا حتى هاد الخضر هادي بالحوت، راه كيجيو حتى هما دي بلا لي هما زوينين. اولا دي بروشيت ديال الصوصيط اولا الكفته، يعني اللي متوفر عندكم. انا هنا كان متوفر عندي الدجاج، درت الدجاج. يعني اللي متوفر عندكم ممكن انكم ترافقوه مع هاد الخضر هادي. وبالنسبه للروز كما قلت لكم لاصوص بلونش ممكن انكم تعوضوا بالنسبه للقمرون اللي درت في لاصوص بلونش ممكن انكم تعوضوه بقطعه ديال الدجاج اولا ديال الكفته اولا لي شامبينيون. هنا دزت الكوزينه مباشره باش نجمع ديك الروينه، كنقولوا لي بلا كنقولوا الروينه. هنايا شاركت معكم الشكل النهائي من بعد ما جمعتها وطرفتها مزيان ورجعت كل حاجه بلاصتها. بقاو غير دوك المعينات كيتسقطروا. كانت هنا شي 5 ديال العشيه، خرجت مشيت لاسواق السلام. صراحه اسواق السلام دايرين عروض رائعه في داكشي ديال الفراش، في الديكورات، داكشي كيحمق. كانوا هادو البوفات على شكل بوفات، ممكن تحطوهم في لي شومبر اكوشي اولا في الصالون. ممكن ديروا فيهم لعاب ديال الدراري اولا ديروا فيهم الكاشميرات هكا اللي كنتغطاو بهم، كيكونوا كيغونجيو او ميم طون كيعطيو واحد المنظر زوين. كنشارك معكم اشكال وانواع، كانوا حاطين بزاف ديال الاشكال، كاين اللي كبير كاين اللي صغير، على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. والكاليتي ديالهم زوينه، كانوا فيهم تخفيضات. هنا غادي نشارك معكم ايضا بالنسبه للودغا كان متعدد. كاين بزاف ديال الاشكال ديال لودغا، سواء ديال ناموسيه ديال بلاصه اولا ديال جوج بلايص. صراحه داكشي كان زوين وتا الثمن كان في المتناول ديال الجميع. وكاينين ايضا لي بتي كوسان، اشكال وانواع وايضا الوان. صراحه داكشي كان زويون وغايه في الروعه. كما كتشوفوا هاد لي بتي كوسان كانوا على شكل كاشمير رطيبين بحال القطن، واللوينات اللي كانوا فيهم زويونين. غنخليكم مع هاد الجوله اللي دايره اولا تخفيضات اللي دايره اسواق السلام، تخفيضات اللي هي زوينه واشكال واعره. نخليكم مع هاد المقتطفات اللي خديت لكم في اسواق السلام. نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى انكم تعمروه ليا لي لايك وتخليو لي واحد الكومونتير زوين. خليتكم على خير، كانت معكم ابتسام.